بوشن الحظ في لعبة ماينكرافت. هذا البوشن إذا دخلت التمبل بعد الدنجنات ولا الصفر راح يعطيك هنا حظ مرة أسطوري، وراح تجي علامات الحظ. هنا راح تجد هنا دايموند وبس. هذا أيضا في بوشن لست غير محظوظ وحظ السيء أيضا. إذا رحت البحر وهنا معك هنا الصنارة بتطويرها هذه، إذا تم إضافة بوشن الحظ في لعبة ماينكرافت. لكن ببوشن السيء يمكنك استدافس بالأوامر الأكثر. والمضيف، هذا المضيف هو الكائن اللي راح يضيفونه في لعبة ماينكرافت لكن لم يتم إضافته، وفاز عليه هو الكائن اللي اسمه الفاتوم اللي كنتم تعرفون يطير فوق السماء. أصلي موبات أصلا قديمة راح يضيفونها لكن تم، ولكن أضافوا هذا نركز على الموبات الآخرة. هو كان تصويتية، هو ضاف الفاتوم. لكن هذا الكائن هو يملك درع وأيضا قوي الصراحة، لا تعرفونه بالتأكيد. إذا أتيت له راح يضربك بضربة قوية. وأيضا هو الكائنات الجولتين هذه ايش بجمع البايمات ما عنده بايم المشروم. هو اصلا يفترس فريستا. وايضا بليستورس هذا في البحار يسحبك للماء ويغرق ويقتلك. هو يدعو من اقوى الكائنات في لعبة ماينكرافت، لكن انقرضت هذه الكائنات لم يتم اضافتها. هذه ثلاث الكائنات لم يضيفونها، النحل او الذباب او ما ادري. هذا كان الغذاء للضفادع في لعبة ماينكرافت لكن تم إلغائها بشكل رسمي. يمكن انك تجد الذبابات بيستعمل هذيك النبتة لتخرج هذه الذبابات. الباندر في لعبة ماينكرافت كانت موجودة، أن راح يضيفونها في الموبات الفائزة، وهذا الشيء مرة عجيب أسطوري. عندنا هنا قبعة السلحفات، ويجي راح مثلا السلحفات الزعيم يمكن انك اصلا تضعها هنا في آلة البوشنات وراح يطلع لك هذا البوشن رهيب. ويجي راح السلحفات الزعيم إذا شربته راح يعطيك هنا قوة. وأيضا هنا صح اللي في قندر دمجك قلب كثير. والآن إذا تذهب إليه مع هذا البوشن لا قلب واحد. إذا تجد هنا خريطة الكنز راح نجد هذا الشيء. مرة أسطوري وعجيب أسطوري. إذا صنعته كلكم ما يعرفونه. إذا صنعت في قلب البحر وصنعت بالطريقة هذه وحطيته يعني في قلب البحر راح يطلع لك هنا قلب البحر المشتغل. هذا مرة أسطوري وعجيب. وإذا باستعمال بهذه الطريقة هي عين البسطة، هي عين هذه اللي راح تحميك، والرؤية الواضحة، قدرة التنفس والسرعة على التكسير. وهذا الشيء مرة. ومواجهة الوحوش أيضا راح تساعدك في إذا أنت بعد على 50 بلوكة. وإذا عندنا هذه حقة الآيرون هي تشبهها أصلا يمكنك صناعة أصلا في موارد تحت الأرض مشروع. وإذا كنت ماشي كذا لقيت هنا فطر لكن وهنا وضعت هنا وردة راح يطلع لك هنا هذا البوشن أو الأكل هذا الأعضاء الخماس. إذا ضغطت تأثير عشوائي راح يعطيك قوة وإذا الرؤية وإذا يحميك من النار. وهذا شيء مرة أسطوري وعجيب. لكن لا يمكنك تلقاه في الكريتيف، لكن صارت منهم واحدة هي اللافا. صعب أن تجدها في الكهوف. يجب أن تذهب مثلا إلى النذر مثل الموية إنه سهل لازم إنك تذهب مثلا إلى أكبر شيء. ولكم تعلم أن اللافا والماء يمكنك صناعة طريقة الردستونية مثل هذه الطريقة الواضحة لكم. هنا فارم ردستوني من اللافا وكذا يعني هذا تموتكي. لكن القدر في لعبة ماينكرافت هو مرة شيء أسطوري. نبدأ يا شباب. الشيء الخامس أدوات الأمراض. كانت أدوات الأمراض فيه لكن لم يتم إضافتها في ماينكرافت تنجل. يمكنك استعمالها لا بس بالأوامر لا أكثر. لا تظن أنها راح تجي في التحديث الجديد بهذا الشكل يكون أقوى من دروع الدايموند. هذا شيء مرة أسطوري وعجيب في لعبة ماينكرافت. الاثنين في لعبة ماينكرافت بيضة الاثنين ما في منهما، لكن إذا جعلتها فيه قطر راح تفقس راح نعرف سر ايد دراجون. راح يضيفون الهبران في التحديث الجديد في لعبة ماينكرافت. سكويد او الاخطبوط. هذا كائن قديم مرة. اذا رميت عليه هذا مثلا شيء مرة عجيب اسطوري. السمكة تحاول تنقز تروح للموية وهو لا ما يقدر يتحرك راح يبطينا مدري كم دقايق. واذا رميت عليه هذا البوشن راح يبطينا معك مدري كم دقيقة. يحاول يعيش ويكون حيوان بري في لعبة ماينكرافت. اصلا هو ما يقدر يركب في التلال ما عدا عندك هنا السمكة وبعض الكائنات اللي تركب فيه. اما عندك الا السمكة هنا. هذا شيء مرة غير في لعبة ماينكرافت. بوابة الواردن في لعبة ماينكرافت تم راح يضيفونها بالتحديث الجديد. وهذا الشيء مرة أسطوري إنها بوابة واردن ولا راح توديك في العالم الرابع في 4 عوالم في لعبة ماينكرافت. هذا مرة شيء أسطوري. على كلاب كما تعلمون في لعبة ماينكرافت يوجد أنواع من القطط وأيضا أنواع من الأنزلوت وبعض الألوان وأيضا معدل الكلب اللي أضافوه قبل السنوات العديدة يعني. وعندنا هنا وراح يضيفون هنا كلاب جديدة وراح نشوفها في لعبة ماينكرافت عندك بني. وأخيرا الهبراين تكلمنا عنه لكن راح يضيفونه في لعبة ماينكرافت لكن لا يعقل يمكن راح يضيفونه في لعبة ماينكرافت. هذا ما راح كما ما ظهر مرة على يعني باقي الأشياء. لكن اشتراك لنكمل أصلا مجانا كانت تستمع للاعبين. هناك تصويت جديد للموبات الجديدة في لعبة ماينكرافت.
احنا نعرف سكنات من كرافت المملة راح ايضا نشوفهم. هنا عندنا هنا ستيف وايضا كلاسيك ستيف وايضا كلاكس، ولكن راح يضيفون سكن دريم سبيد رون المشهور. هذا جيد. بس هذا ايضا هذا ما تكلمنا عنه. مع السلامة.